شهدت الحصة التدريبية لبرشلونة سماع أصوات معارضة لإقامة المباراة الودية بين الأرجنتين والأوروغواي في تل أبيب. فخلال الحصة التدريبية التي فتحت منها 15 دقيقة للإعلام، اقتربت مجموعة من النشطاء من محيط الملعب التدريبي تيتو فيلانوفا لكي تطالب عبر مكبرات الصوت النجمين ليونيل ميسي ولويس سواريز بمقاطعة المباراة التي ستقام في تل أبيب وعدم خوضها، مرددة جملة بويكوت إسرائيل، قاطعوا إسرائيل، مؤيدة للشعب الفلسطيني. ميسي a Israel no. Suárez, Messi a Israel no. Messi, Suárez a Israel no. فيما يتواصل الجدل بخصوص غياب الانسجام بين ميسي وغريزمان على أرضية الميدان. المزيد في تقرير مراسلنا أشرف بن عياد. هكذا لخص ليو ميسي وجه برشلونة